ثلاث حاجات اول ما تسمعهم او تقراهم تعرف ان اللي بيتكلم ده يا اما جاهل بالفن يا اما هو لجنه. رقم واحد، فكره يا جماعه ده اول مره يمثل وقفوا جنبه. هو انت ما احنا مالناش دعوه، يعني فاهم الفكره؟ انا ماليش دعوه هو اول مره او تاني مره او 20 مره خالص، ماليش دعوه هو عنده انفلونزا، هو عنده مش عارف ايه، ما مصدع وهو بيمثل الدور. والله انا بشوف المشهد عجبني عجبني، ما عجبنيش ما عجبنيش. غير كده انا من رايي ومن رايك طبعا ان انت تقول رايك بكل حريه في الفن اللي بيتقدم، لان انت دافع اشتراك نت او دافع تذكره سينما، تقول ده حلو وده وحش براحه راحتك، انت ما حدش يعدل عليك. ده رقم واحد. رقم اتنين بالنسبه لي فكره الشفقه في الفن. يعني مثلا فنان زي سامح حسين بقاله فتره مش بيشتغل وحاليا راجع لنا بفيلم، الاعلان بتاعه شكله حلو جدا على فكره. فكره ان في ناس بتنزل بوستات يا جماعه يلا نروح الفيلم اول ما ينزل علشان سامح حسين فنان محترم، انت بتشحت، حضرتك بتشحت عليه. فاهم انت؟ احنا ملناش دعوه محترم مش محترم مش عارف ايه الكلام ده. احنا انت دلوقتي يا باشا بتروح تطلب طبق كشري بيجي لك طبق الكشري، مالكش دعوه بقى الراجل اللي عامله ده بيصلي ما بيصليش مش عارف ايه، ما انت مالكش فيه. انت ليك الوجبه اللي انت بتاخدها وليك العمل اللي انت بتاخده مش اكتر. انت ليه عايز تقف جنب واحد يعني هو مش ما طلبش يشحت منك يعني؟ اما رقم ثلاثة بالنسبه لي، ودي طبعا بتطلع من ممثلين النص كم بتاعت يا جماعه الفن متعب واحنا عملنا فيلم وحش بس احنا كنا بنشتغل بال 20 ساعه. هو محدش قال لك اشتغل بال 20 ساعه، يعني انا كمشاهد ماليش اي علاقه بده. انت يا باشا اللي كنت بتصيف في الساحل وبتشت في الساحل وعايش حياتك في الساحل وجيت في الاخر عملت فيلم في 3 ساعات، عملت فيلم معفن. تيجي تقول لي أصل انا اشتغلت الفيلم كله مره واحده، انا ماليش دعوه، انا دافع تذكره سينما. انا مالي انا، انت كنت بتشتغل 20 ساعه ولا مليون ساعه ولا بتبرشمه ولا بتاخدوا مخدرات؟ انا مش مشكلتي يعني. وبس كده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تكتب لي كومنتس اذا كنت مختلف او متفق معاه في اي حاجه، وتابعني بنزل محتوى يومي عن التمثيل. وسلام.